واهم من يعتقد أن في العام 2020 حين نطفئ الشمعة سوف ننتهي من الكابوس. على الأكيد العام 2020 كان الأصعب بالعالم وبلبنان. بلبنان اللبنانيين كان عيونهم مفتحين على عدادين، عداد كورونا وعداد سعر صرف الليرة على الدولار، واثنينهم ما كانوا مبشرين بالخير. الدولار لامس 10,000 وعداد كورونا لامس 2500 إصابة بنهار الواحد. وتقديري بال2020 في ضيف جديد دخل على جولة تقييم العام ولا يمكن أنه ننساه، وهو القضاء اللبناني. القضاء اللبناني يلي تحول لجزء من الاشتباك السياسي بامتياز في البلد. وأعتقد أن العام 2021 سوف يكون تكملي للعام 2020. نعم، القضاء سوف يكون عنوانا للاشتباك السياسي. نعم، الضائقة المالية والاقتصادية باقية ومستمرة وتتمدد. ونعم، للأسف كورونا يبدو أنه عامل إصابات بفيروسات مستجدة. أكاد أجزم أن 2021 سوف تكون مرحلة مختلفة على الأكيد عن 2020، لأن ما بعد خروج ترامب ليس كما قبله. لكن واهم من يعتقد أن في لحظة خروج ترامب في تلك اللحظة سوف يبدأ العالم الجديد. لا، في تلك اللحظة سوف يبدأ الإعداد إلى عالم جديد. وهنا نحن أمام خيارين. الخيار الأول أن يتم توكيل الفرنسيين بالملف اللبناني، أو الخيار الثاني أن تضع الإدارة الأمريكية الجديدة الملف اللبناني في سلة التفاوض مع إيران ويرحل إلى ما بعد حزيران. باختصار، إذا الإدارة الأمريكية الجديدة أوكلت الفرنسيين مهمة لبنان، قد نكون أمام تسوية جديدة في العام 2021. أما إذا قررت الإدارة الأمريكية الجديدة أن تربط ملف لبنان بالملف الإيراني، فهذا يعني المزيد من الاشتباك والتشنج والتأجيل للحلول. واهم من يعتقد أن في العام 2020 حين نطفئ الشمعة سوف ننتهي من الكابوس. فتقديري الشخصي وللأسف إن الكابوس الاقتصادي باق ويتمدد، وربما قد تكون 2020 أرحم على اللبنانيين اقتصاديا من الآتي.